مرحبا أصحابي، يا رب تكونون بخير. بما أنه الشتاء بعده ما خلصان والبرتقال متوفر وموجود، راح نعمل كيكة البرتقال. طبعا راح أعملها بدون بيض وبدون حليب، تنفع أن تكون صيامية وتنفع للأشخاص اللي يتحسسون من البيض. وواضح على الكيكة كمية الهشاشة والطراوة اللي موجودة، فأتمنى أن تكملون معاي الفيديو حتى نشوف باقي التفاصيل. وأكيد المكونات مكتوبة أمامكم إذا تحبون تاخذون سكرين للشاشة، وأنا راح أذكرها أثناء الفيديو. بهذه الكيكة استخدمت أكواب القياس، ما حبيت أستخدم أكواب اعتيادية لأنه هي كيكة صيامية، فحتى تكون المقادير صحيحة ومضبوطة 100%. استخدمت كوبين من أكواب القياس من الطحين، واستخدمت كوب واحد من السكر، معلقة صغيرة من الهيل، وإذا ما تحبون تقدرون تستغنون عنها، ربع كوب مقياسي من النشا، وخليت معلقة واحدة من برش البرتقال، وراح أضيف معلقة ثانية بنهاية الخليط، ظرف واحد من البيكنج باودر ما يعادل 11 جرام، وأكيد رشة الملح ما أستغني عنها بكل أنواع الكيك. راح أخلط المكونات الجافة مع بعض وأبدي أضيف المكونات السائلة، وأكيد ما راح أستغني عن أكواب القياس. راح أضيف كوب واحد من عصير البرتقال، أكيد هذا الكوب ما راح يكفي، بس راح أضيف نصف كوب بعدين. ضفت نصف كوب من زيت الذرة، تقدرون تضيفون زيت عباد الشمس إذا ما متوفر عندكم زيت الذرة. وثلث كوب من الماء الحار، ما يكون مغلي، بس يكون الماء حار، يعني أعلى من درجة حرارة اليد. وأخلط المكونات مع بعض. طبعا هذه المكونات السائلة هي قليلة وما راح تكفي، أنا ضفت المكونات على دفعتين، رجعت ضفت ثلث كوب ثاني من الماء الحار، يعني الماء الحار صار عندنا ثلثين مو ثلث واحد. أكيد أنتم تقدرون تضيفون كل المكونات بدون ما تقسموها إلى مرتين، بس لأنه نوعية الطحين أنا عندي جديدة فما حبيت أجازف بالكيكة. وهسه شفتم مرة ثانية ضفت نصف كوب من البرتقال، يعني عصير البرتقال صار عندي كوب ونصف والماء ثلثين. وتقدرون تستخدمون الخلاط الكهربائي بدل الخلط اليدوي، بس أنا ما كان عندي بيض بالكيكة فما حبيت أشغل خلاط كهربائي. بالبداية مع المكونات ضفت معلقة من برش البرتقال، وهسه راح أضيف تقريب معلقة ثانية، بس راح يعني أبرشها يعني مباشرة فوق الخليط، ما راح أخذ من الطبقة البيضاء اللي تطلع جوا اللون البرتقالي للبرتقال، مجرد أخذ الصبغة الفوق، القشر البرتقال الفوق، والأبيض ما راح أستخدمه لأن يعطي مرار على الكيك. الخل الأبيض هو مكون أساسي بكيك الصيامي أو أي كيك اعتيادي، لأنه هو يعتبر من المواد الرافعة، وبما أنه هذه الكيكة ما بيها بيض فأحتاج أنه أخلي الخل ضروري. وبعد ما نكمل الخلط حتى نتأكد أنه ثخن الخليط كان كلش زين، أسوي فد خط أو فد رسمة فوق الخليط، إذا ما هبط بسرعة ودخل ويا الكيك يعني الطريقة صح. اللي يحبون يضيفون بودرة الزعفران ممكن يضيفون، بس أنا بصراحة ما أحب أضيف، أحب أبقي لون الكيك مثل ما هو. أما قالب الكيك فهو من اختياركم، أنا دهنت القالب بالزبدة وراح أضيف عليه شوية من الطحين، وأحاول أنه أغطي كل حافات القالب بالطحين. وبعد ما أصب الكيك بالقالب راح أضرب ضربتين 3 على البورد وأدخله الفرن على درجة حرارة 180، ياخذ وقت 45 دقيقة تقريبا. وأرجع أقول حسب أفرانكم، حاولوا أنتم بعد النص ساعة أو 45 دقيقة تشيكون أفرانكم إذا كان الكيك يحتاج بعد يبقى بالفرن أو أنه يطلع وصار جاهز. أما صوص البرتقال فهو من أطيب أنواع الصوص، استخدمت كوبين من عصير البرتقال، وضفت نصف كوب من السكر، ومن الأكواب المقياسية خليت ربع كوب من النشا، ومعلقة طعام من برش البرتقال أو برش الليمون هم ممكن،
وأحب أعزز الطعم بنكهة البرتقال، واللي ما متوفر عنده ما ضروري. وصبغ الزعفران أو بودرة الزعفران اللي يحب يضيف ممكن يضيف على الصوص. أنا على الكيكة ما ضفت، بس على الصوص ضفت كمية كثير قليلة. ومثل ما شايفين أخلطهم على البارد شوية، وبعد هذا راح أحولهم على النار، وطبعا النار تكون متوسطة، وأفضل أقلب إلى أن يثخن الخليط بهذا الشكل. طبعا ثخن الخليط أو ثخن الصوص أنتم تتحكمون بينه وبكثافته، تريدونه كثير ثخين أو وسط. بعد ما طلعت الكيكة من الفرن وبردت حولتوها بصحن التقديم. صوص البرتقال لا تضيفونه على الكيكة وهو حار أو الكيكة حارة، انتظروا الاثنين يبردون وبعدين صبوا الصوص، أولا حتى الكيكة لا تعجن، وثانيا حتى الصوص يصير ثخين. اللي يحب يضيف السكر المطحون على الكيكة خليه يضيف، هي ما راح تعطي حلاوة أكثر للكيكة، لأنه صوص البرتقال بينه حموضة، يعني البرتقال حامض، فالكيكة ما راح تكون حلوة، لا تخافون. اللي يحب يضيف يضيف، واللي ما يحب يتركه. كيكة البرتقال الصيامية أو النباتية صارت جاهزة، أتمنى صدقاً أن تجربوها لأنه هي كلش طيبة، حتى لو أنتم ما صايمين أو حتى أنه أنتم ما متحسسين من البيض والحليب. أصلاً تنفع هالكيكة للعصريات لأنه هي كيكة كلش سريعة، وخاصة لو يجيكم ضيوف على السريع تقدرون تسووها بدون أي تعب وما تنتظرون خفق البيض لمدة طويلة، وكمية الهشاشة واضحة بالكيكة. وعلى فكرة أنا ببداية قناتي سويت كيكة الجزر بالكشمش والجوز، هم النباتية، وسويتها بالبيض، فتقدرون تاخذون أي طريقة تحبون، إذا كانت كيكة البرتقال أو كيكة الكشمش والجوز، فهي موجودة بالقناة، راح أضيف لكم اللينك بصندوق الوصف. وأشوفكم بفيديو جديد عن قريب، ومع السلامة.